ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اليوم اللي اصحى فيه ومزاجي عالي ونفسي اعمل محشي، يبقى لازم اعمل جنبه حاجات كده كتير، لان انا من عشاق المحشي. تعالى اقول لكم انا الاول عملت ايه. دلوقتي انا عايزه احشي فرخه بالرز. يبقى انا هجيب هنا معلقه من السمنه ومقطعه عليه بصلايه كبيره. واول ما البصل بيبقى داب معايا بروح جايبه الكبد والقوانص بتوعه الفراخ، واروح مقطعاهم حتت صغيره وبشوحها مع البصل. بقعد اقلب كده فيه، وبعد كده هبدأ احط التوابل بتاعتي. بحط ملح وبحط فلفل. وعايزه اقولك بقى قرفه، حطي حبه من القرفه، بتدي طعم حلو جدا في الرز. طبعا اللي بيحب يحط قرفه، ومعلقه من مرق الدجاج البودر. انا حبيت القرفه في الرز اكتر من لما بعمل احسن من الفريك. جربيه مع الرز هتختلف خالص. بعد ما بقلبهم كده شويه، طبعا انا عندي هنا كوباية من الرز غسلته وصفيته، وهبدأ أحطه مع البصل والكبد والقوانص. بقلبهم كويس جدا مع بعض لغاية ما أحس إن الرز بقى مفلفل معايا. بص، عشان أنا كتير قوي ناس بتقول الرز عندها بيعجن. أنا أنا بصي بقعد أقلب فيه لغاية ما أحس إن الرزاية فلفلت معايا. بعد كده بحط حبة مية صغيرين جدا، وبغطي عليها وبغطي لغاية ما يشرب ميته، وتسيبي بقى يكمل سواه في الفراخ. بص، المية مش كتير، وبتغطي عليه وتسيبيه، بس توطي النار لغاية ما تشرب المية. بص، انا عندي هنا الفرخة منضفاها جدا بمحلول الملح، ما فيهاش زفارة، ما فيهاش دم، ما فيش اي حاجة. وادي الرز طالع معايا كده. تبقى طبعا معاكي بيبقى نص سوا عشان بيكمل سواه في الفراخ. بعد كده انا بحشي الفرخة كلها بالشكل ده كده، وبحطها طبعا تحت الجلد. بحط برضو رز وبقفلها بالمنظر ده كده. تعالى اقولك بقى انا بحط ايه في الفراخ من فوق. بصي، معلقة كبيرة من الصلصة، وعندي هنا هريسة حارة بيدي طعم حلو قوي. انا ساعة ما جربتها وانا عجبتني جدا، بتدي طعم مختلف جدا للفراخ. وحطيت معلقة كبيرة من دبس الرمان. عايزه اقولك التتبيله دي بتخلي طعم الفراخ من بره حكايه. جربيها وهتعجبك جدا. بقلبها كويس جدا. بعد كده انا بحطها في الفراخ كلها. بصي، وحطيت هنا زيت زيتون عشان بتطري الفراخ ما تنشفش منك. بصي، بعد كده انا هبدأ جبت الفرخه بتاعتي وبعملها بالشكل ده كده. تدهنيها كلها، الفرخه كلها على بعضيها، بتديها طعم حلو، وبتديها برضو بتتحمر معاكي، بيبقى طعمها وشكلها حلو قوي. بعد كده انا بجيب كيس حراري وبحط الفرخة فيها. كل ده على فكرة انا مشغلة الفرن وسايباه شغال عشان يبقى سخن حامي معاكي. بقفلها كويس جدا. بعد كده انا عندي بحطها في الصينية وبحط مية. انا ما بخرمش الكيس الحراري خالص، انا بقفلها كويس جدا وبحط ميه في الصينيه. وبعد كده دخلتها الفرن. تعالوا بقى نعمل خلطه المحشي. انا بعشق المحشي جدا، وبعمل له الخلطه بتاعته بسيطه جدا، وبيديكي طعم حلو قوي قوي للمحشي. ده بالنسبه للناس اللي لسه ما بتعرفش تعمل محشي، يعني الناس مبتدئه، لكن احنا كلنا شطار وبنعرف نعمل محشي. معلقه كبيره من السمنه، وبحط معاها زيت زيتون. وبعد كده بقطع بصلتين كبار. وبعد كده بروح حاطه توم مفروم، وبقعد اقلب لغايه بس ما يصفر، يعني يصفر معايا. انا ما بسيبش الحاجه تحمر جدا، يعني بحب اخليها تبقى صفرة كده. بعد كده انا طبعا بجهز الطماطم.
الطماطم عندي لازم اصفيها بعد ما بعملها في الخلاط، بصفيها من القشر بتاعها، بسيبها بقى تتسبك شوية. انا ما بحطش اي توابل في الاول، انا بحط التوابل لما بتتسبك علشان خاطر ما تحدقش منك. عندي بقى تتبيلة محشي خطيرة، ممكن تغنيكي عن اي حاجة تاني. طبعا بقى فيها الكزبرة، اكتر حاجة فيها بيبقى فيها الكمون. التوابل بتاعتها حلوة قوي، وريحتها بقى بتخلي المحشي جنان. يعني انا بحط الخلطة دي في التسبيكة، وبحط الخلطة كمان في المية. بحط معلقة من خلطة المحشي، بروح حاطة ملح، قلبي كويس جدا. عايزة اقولك ريحتها اصلا بتبقى طالعة حكاية، امال في الطعم بقى بيبقى شكله ايه. بعد كده انا بجيب الخضرة بتاعتي، بغسلها كويس وبقطعها كويس. وطبعا انا هنا بتغسلي الرز. انا هنا بقى عامله 4 كوبايات رز، غسلهم كويس جدا ومصفيهم. ال4 كوبايات بصي هي عامله ايه محشي، 2 كيلو محشي و... وربع او نص فلفل، لا نص فلفل. انا بقول لك الكميه دي اخدت معايا ايه، اخدت معايا 4 كوبايات رز. بصي انا اول ما بتسبك معايا وبحط الخضره بقفل النار بقى، وبعد كده بروح حاطه الرز، وبقعد اقلب بقى فيها كويس جدا 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 مع بعض. ويبقى كده خلاص، ما بكونش بقى مشغله النار لان كده قفلت النار. بصي بعد ما قلبتها بقت بالشكل ده كده. بعد كده انا حشيت بقى الفلفل بتاعي والبتنجان. بصي بقى انا بجيب كوبايه من العصير الطماطم ومصفياه، وبحط تتبيله المحشي فيها، وبحط مرق الدجاج بودر وملح وفلفل، وطبعا بزوده بالميه. عايزه اقولك طعم الشوربه نفسها اللي انا بحطها في البتنجان دي بتبقى خطيره. وطبعا بتحطيها لغايه ما توصلي عند الطبقه الاخيره، ما تحطيش بقى، ما تحطيش شوربه وتروحي قافله عليها وسبتها. تعالي بقى نعمل الحاجه اللي انا بعشقها جدا. هي ايه بقى؟ هنعمل مع بعض رقاق، بس رقاق طري. حطيت معلقه من السمنه، وحطيت بصل لغايه ما دبل معايا. بعد كده انا مقطعه فلفل. انا عايزه اقول لك فلفل الوان ده خطير، ريحته وطعمه في الاكل يجنن. بعد كده انا هحط هنا اول ما بيدبل معايا بالشكل ده كده، هبدا احط بقى التوابل. عندي معلقه من تتبيله اللحمه، وعندي معلقه من جوز الطيب، ومعلقه من حبهان البودر، وبعد كده فلفل اسود وملح. طبعا كل التوابل دي كلها انا هكتبها في صندوق الوصف. بقلبهم كويس جدا عشان برضو بيدي ريحه حلوه قوي، بتطلع مع البصل والفلفل بالشكل ده كده. بعد كده انا بحط اللحمه المفرومه، بقلبهم كويس جدا مع بعض. عايزه اقولك انا بحب جدا الرقاق الطري، على فكره انتي لو جبتيه وجربتيه هتعجبك قوي. انا بحبه قوي، طعمه كمان حلو بيختلف. جربيه هيعجبك جدا، لو بالنسبه للناس اللي ما بتعرفش او ما بتجيبش الرقاق الطري ده. بصي بقى انا ادي الرقاق الطري بالشكل ده كده، حلو قوي وطازه على فكره. انا بجيب هنا كوبايه من اللبن، وبحط مع كوبايه اللبن معلقه من مرق الدجاج البودر. ما بحطش بقى ملح، ما بحطش اي حاجه، بتدي طعم حلو قوي للرقاق. بعد ما بقلبها كويس، بس انا بجيب هنا صينيه، بحط هنا فيها سمنه، بدهنها من السمنه كده. تحاولي انت تجيبي صينيه تبقى متقاربه لقد الرقاق بتاعك. وبجيب اللبن وبروح مسقطه الرقاق فيها، الرقاق الطري تحطيه باللبن كده، بتسقيه باللبن. عايزه اقولك بيبقى طري معاكي وطعمه حلو قوي بالشكل ده كده.
وابدأ بعد كده احطه في الصينية. هو بصي انا جايبة هنا نص كيلو من الرقاق الطري، عشان تكوني بس عارفة. بيبقى 3 طبق، 3 تحت و3 فوق. بعد ما عملتهم ال3 الاولانيين، طبعا عندي خلاص استوت اللحمة المفرومة، وببدأ احطها. عايزة اقولك برضو ريحة اللحمة المفرومة مع الفلفل الالوان، بالذات الفلفل الاصفر، بيدي طعم حلو جدا وريحة انا بحبه، ما اقدرش استغنى عنه في البيت. وعلى فكرة انت ممكن كمان تاكلي الفلفل كده، مغذي جدا وحلو قوي. برجع بعد كده بحط البقية الطبقات التانية بالشكل ده كده، وبعد كده هبدأ ادخله الفرن. ودي بص الفرخة طالعة معانا شكلها عامل ازاي، ولا ريحتها ولا المحشي بقى ما اقولكيش. وادي الرقاق، جربي بس الرقاق الطري ده هيعجبك قوي. ويا رب تكوني استفدت من فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. ولو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة مطبخ نيمو طلعت. والف هنا وشفا.